في مثل عندنا بيقول ايه؟ من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يعني ايه؟ يعني بص في ورقتك وملكش دعوه بحد. ما تحشرش مناخيرك في كل حاجه. ملكش دعوه بده راح ده جه، ده عمل ده سوى، ده معاه ده ما معوش، ملكش دعوه بالكلام ده. الناس دلوقتي بتتأذى. الناس دلوقتي بتفقد أعز ما تملك وأعز حاجة عندها بسبب العين، وبسبب انك بتبص لهم في رزقهم، وبتبص لهم في عيشتهم، وبتبص لهم في حالهم. يا عم، يا عم بص في ورقتك، مالكش دعوه بحد. العين فلقت الحجر، حرام. واوعى تفكر انك اما تبص لهم هتبقى عيشتك كويسه، استحاله. ربنا هيخليها لك ضنك برضه، لانك مرضتش بحكم ربنا، ومرضتش بقضاء ربنا، ومرضتش بقدرك برزقك. وعمال تبص لده وتبص لده، وعينك من ده وعينك من ده. حرام. اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. في ناس كتير راحت بسبب العين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بص في ورقتك تستريح. سلام عليكم.